ازيكم يا شباب؟ مبدئيا كده كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم. خلينا نتكلم عن عالم دي سي ونشوف وصلت لحد فين، وكلامنا هيكون في حلقه النهارده كمان عن فيلم سوبرمان ليجاسي، لان في كلام كتير على الفيلم ده. وعلى الجانب التاني هنتكلم على زاك سنايدر، وطبعا كلامي على زاك سنايدر اكيد طبعا هيبقى فيه حاجات جديده مش من الحاجات القديمه. قبل ما تبدا الحلقه، لو انت لسه جديد على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اللايك وتسيب لي رأيك في الكومنتات والشير. وخلينا نبدا. مبدئيا كده شركة دبليو بي ناوية ان هي تعرض الافلام المستقبلية لعالم دي سي في نفس المؤتمر اللي هيتعرض فيه فيلم فلاش للنقاد والصحفيين. وطبعا خليني اقول لك الاول ان فيلم فلاش فيه كلام كتير بيتقال ان احداثه اتسربت، وده انا عملت عنه فيديو قصير هسيبه لك في الاي اللي فوق تتفرج عليه براحتك لو حابب تعرف ايه الاحداث اللي الناس كلها بتتكلم عنها وبتقول ان هي فعلا هتحصل في نفس الفيلم. اما بالنسبه للافلام اللي ممكن تتعرض في المؤتمر ده، فانا شايف وهو مليون المية هتكون افلام تابعه للخطه الجديده بتاعه جيمس جان. وما اعتقدش كمان ان ممكن يبقى فيها حاجه جديده غير اللي جيمس جان اعلن عنه، لانه هو بالتالي اعلن عن 10 اعمال، فبالتالي هم دول اكيد مليون في المية هيكونوا الاعمال دي اللي هيعلن عنها في المؤتمر ده. وممكن يبقى في كده معاهم تاريخ وقت العرض بتاعهم، دي اللي ممكن يحصل في المؤتمر ده للافلام الجديده. ان عالم دي سي القديم احنا كلنا عارفين هو ينتهي بفيلم ايه، وهو فيلم اكوامان 2 اللي لحد دلوقتي عليه اضحوكه بطريقه كبيره. طبعا مش محتاج اقول لك السيناريو اللي حصل اثناء العرض التجريبي لفيلم اكوامان 2، بس حابب اوضح لك نقطه صغيره. ان ديفيد زازليف نفسه رئيس دبليو ديسكفري قال لك انا مش سعيد نهائيا باللي شفته في فيلم اكوامان 2. اذا الفيلم مختلف تماما عن الجزء الاول، وطبعا بسبب التعديلات وتقريبا كمان بسبب حذف مشاهد امبر هيرد، فالموضوع اختلف تماما. طلع لنا في الاخر فيلم اضحوكه، وغالبا هيكون مصيره زي في مصير فيلم شازام بالظبط. يمكن معرفش ايه السبب من الاسباب اللي يوصلنا في الاخر الفيلم يطلع بالشكل ده، بس دبليو بي ديسكفري دلوقتي او معظم الاداره بتتكلم ان السبب من الاسباب اللي يخلي افلام السنه دي بالشكل ده هو ان جيمس جان اعلن ان في ريبوت لعالم دي سي، اعلن بدري. يعني المفروض الراجل ده كان يصبر شويه، ما يقولش ان انا هعمل ريبوت في الوقت ده. المفروض الراجل ده كان يصبر لحد ما افلام السنه تتعرض، وبعد كده يقول لك انا هعمل ريبوت، وبعد كده ممكن يعلن الخطه بتاعته. ولكن معظم اداره دبليو في الوقت الحالي شايفه ان سبب من اسباب خسائر الافلام هو اعلان جيمس جان عن ريبوت. ده في الاخر ودى ان الجمهور يدي تقليل من الاهتمام للافلام اللي هتتعرض السنه دي، زي ما شفنا كده مع شازام 2 حتى لو كان السكريبت بتاعه ضعيف. وكمان هيبقى مع فيلم اكوامان 2، ويمكن معانا فيلم فلاش اللي فيه كلام كتير عليه خلال الفتره دي، وبلو بيتل لحد دلوقتي اللي محدش فهم له اي حاجه في اي حاجه. محزن في الموضوع ان واحد زي ديفيد زازليف رئيس دبليو بي يطلع يتكلم على فيلم اكوامان بالشكل ده. والمحزن اكتر ان معظم الناس في الاداره تطلع تقول لك ان سبب من اسباب خسائر الافلام هو جيمس جان، عشان خاطر اعلن عن الريبوت من بدري. فالمحزن اكتر ان مفيش خطه واضحه، مفيش نظام. من اخر كده اللي حصل ان هم جابوا جيمس جان، امسك عجله القياده واعمل ما بدالك، ايا كان بقى هتسبب خسائر او هتسبب اي حاجه تانية، المهم ان انت اللي تكون مسؤول عن عجله القياده. اما بقى عن سوبرمان ليجاسي، جيمس جان قال ان هو قدامه اكتر من شخص ان هو يقدر يختاره يعمل شخصية سوبرمان، وكمان هو مرتاح جدا ومتحمس للموضوع جدا بشكل لا يصدق، علشان خاطر اخيرا هيعمل فيلم لسوبرمان. وطبعا هو دلوقتي الراجل قدام الشخصيات والاختيار معاه يشوف انسب شخص منهم يقدر يعمل الدور ده. وفي وسط كلامه قال كمان ان الفيلم ده هيبتدي تصويره بالفعل في شهر يناير اللي جاي، فكده خلاص تم تحديد تصوير فيلم سوبرمان ليجاسي هيكون امتى. اما مصممة ازياء سوبرمان ليجاسي، في كلام رسمي دلوقتي ان جوديانا ماكافوسكي دي اللي هتصمم ازياء فيلم سوبرمان للمخرج جيمس جان. للي ما يعرفش مين دي اللي عملت ازياء فيلم انفينيتي وور واند جيم وكمان سيفل وور، وكلها تابعه لمارفل. فاتمنى بصراحه ان هي تقدر تعمل ازياء كويسه جدا للفيلم ده. وبصراحه شايف الاحسن ان ميبقاش بتاع سوبرمان فوق البنطلون، يبقى تحت البنطلون افضل. اما عن زاك سنايدر، كلنا عارفين طبعا ان مؤتمر لسنايدر كون قرب جدا، ومن ساعه ما عرفت ان في مؤتمر وانا ماسك لساني بطريقه كبيره جدا ومش عاوز ان انا اتكلم عن الموضوع ده. ده ليه؟ علشان خاطر محدش يجي يقول لي ان انت بتبيع الامل على الفاضي.
وطبعا الواحد مش عاوز يقول كلام وفي الاخر يحصل كلام عكس ده عشان خاطر ما نحبطش كلنا. ولكن في ناس كتيره جدا كلمتني عن الموضوع ده وقالت لي قول رايك في الموضوع، وانا في حلقه النهارده فعلا هتكلم واقول لكم انا شايف ايه من وجهه نظري. لان فعلا انا دورت كتير في الموضوع ده وفي اخبار كتيره جدا، في يمكن منها اللي هي فعلا حاجه ما تصدقش وفي حاجات تانية بتبقى منطقيه الى حد ما. الراجل ده من ساعه ما اعلن عن المؤتمر وانا شايف ان هو كل يوم على اب فيرو بينزل صوره جديده لكل الشخصيات اللي كانت في السنايدر فيرس، كان بقى كلارك كانت، سوبرمان، لويس لين او ليكس لوثر. عندنا كمان يمكن من اخر الصور نزلها باتمان بين افليك، ودي يمكن من اكتر الصور اللي انا شايفها جامده جدا. واكيد في الكام يوم اللي جايين هينزل صور تانية، واعتقد ان هيكون في صوره للجوكر وكمان ديس ستروك. ولكن صوره باتمان لحد دلوقتي هي يمكن بالنسبه لي اجمد صوره فيهم كلهم لان فيها تفاصيل، ولو ركزت في الصوره هتفهم ايه معنى التفاصيل. وهو كارت الجوكر، الهدنه اللي اداه الجوكر لباتمان في نايت مير في السنايدر كات. وطبعا اللي ما يعرفش برضه نفس الكارت ده ظهر في فيلم بي في اس في نايت مير. التفاصيل الصغيره دي بتفرق كتير جدا يا اخوانا. خلينا اطمنك كده مبدئيا واقول لك المؤتمر ده مش هيكون بمثابه وداع لعشاق السنايدر فيرس، بل بالعكس المؤتمر ده معمول لكذا سبب، ومن ضمن الاسباب ان هم يشوفوا شعبيه السنايدر فيرس على ارض الواقع عامله ازاي. ودي يمكن تكون حركه صايعه من مايكل دلوكا وبام عبدي، اداريين داخل دبليو بي، وهم كمان اللي خلى المؤتمر فعلا يتوافق عليه. ودول كمان بيحبوا زاك سنايدر جدا وكانوا بيحاولوا يرجعوا كل حاجه زي ما كانت مره تانية على الطريق الصحيح، ولكن ما حصلش نصيب. على الجانب التاني نتفليكس بتجمع مبلغ محترم، وفي فعلا اخبار تقيله بتاكد الكلام ده علشان يقدروا ينتجوا بقيه السنايدر فيرس عندهم. كلام كتير طبعا هينتشر من معظم الفانز، طب ازاي، طب الحقوق بتاعت الشخصيات و لحد الاخر. ولكن هبسطها لك بكل بساطه، ان انت مثلا عندك شركه معينه بتنتج منتج معين، ولكن لقيت ان المنتج ده بدأ يحصل فيه خسائر. سياسه الشركات يا اخوانا ان هو ممكن يعمل لك منتج تاني بنفس الشكل بنفس التفاصيل وكل حاجه، ولكن تحت مسمى تاني. المهم في كلا الاحوال ان الشركه تدي مبيعات. بالظبط اللي هيحصل مع دبليو بي ديسكفري، مفيش مشكله بالنسبه لها خالص لو هي عملت عالم دي سي جديد وعلى الجانب التاني نزلت السنايدر فيرس، وبرضه في كده الاحوال هي هتكسب ان كان العالم الجديد تابع لجيمس جان او السنايدر فيرس الخاص بزاك سنايدر. ترند حقوق السنايدر فيرس على نتفليكس هو ما زال مستمر لحد دلوقتي وكل يوم بيزيد. وعاوز اقول لكم ان فانز زاك هي بتحاول تدور على اي تفصيله عشان خاطر تربط الاحداث ببعض وتوصل لاي خبر جديد. كان في صوره منتشره مؤخرا، الصوره دي شبيهه جدا بالشكل بتاع رورشاك اللي احنا عارفينه بتاع الواتش مان. طبعا الصوره دي فيها شعار بي في اس وكمان سوبرمان وكمان باتمان. على الجانب التاني صوره بتروج لمؤتمر زاك سنايدر. الفانز عملت حركه رهيبه جدا وصايعه جدا، وهو ان حطوا الصورتين فوق بعض. عاوز اقول لكم ان كان في كلمه اسمها ستون، الكلمه دي بعد ما حطوا الصورتين على بعض بقت يعتبر كل حرف منهم يعتبر الجمله بتاعه ترند سيل سنايدر فيرس تو نتفليكس. فعلا بعد الحوار ده الفانز جالهم يعني امل كبير جدا ان دي كده علامه او تلميحه ان بعد المؤتمر حقوق السنايدر فيرس هتروح على نتفليكس. سألتني على الموضوع ده هقول لك انا شايفه مش منطقي قوي بصراحه، لان بيقول لك الغرقان بيتعلق في قشايه، فطبيعي جدا ان واحد عاوز يكون عنده امل فلازم يحاول بقدر الامكان يوصل لاي حاجه ايا كان ممكن يعملها بنفسه عشان خاطر يدي لنفسه امل لحاجه هو عايزها. كمان في كلام منتشر كتير جدا ان جال جادت هتظهر في المؤتمر ده، ولكن لحد دلوقتي برضه مفيش حاجه رسميه. وبرضه مش شايف بصراحه ان جال جادت ممكن تظهر في المؤتمر ده، لان لو جال جادت فعلا هتظهر يبقى بقيه الكاست هيظهر في المؤتمر ده. وفي كلام كان على الجانب التاني فعلا ان هنري كافيل هيظهر هو كمان في المؤتمر ده. بس حابب اقول لك ان هنري كافيل في الوقت الحالي بيصور فيلمه الجديد، يعني من اخر الراجل مشغول وما اعتقدش نهائيا ان هو ممكن يظهر في يوم وليله في المؤتمر الخاص بتاع زاك سنايدر. خلاصة الكلام يا اخوانا ان المؤتمر فيه حاجه تقيله فعلا، بس ايه هي لسه لحد دلوقتي محدش يعرف. وبرضه الناس كتيره جدا خايفه ومش عايزه تتعشم بزياده علشان خاطر ما يبقاش مؤتمر ويعدي وخلاص. بس برضه من ضمن الحاجات صورة تمثال سوبرمان، زاك سنايدر بنفسه قال لك ان الصورة دي فيها تفاصيل كتيرة ولكن مش هتكلم عنها غير بعد المؤتمر. اذا في حاجات هتحصل في المؤتمر وبعد المؤتمر هيتكلم عن الصورة دي ويقول لك انا كنت قاصد اللي انا قلته في المؤتمر دي بحركة او اشارة من تمثال سوبرمان. فعلا في حاجات كتيرة بدأت تتضح، بس الواحد برضه مش عاوز يعشم نفسه. مشهد الجرين لانترن لحد دلوقتي بيتم تأكيد ان هو فعلا هيتعرض في المؤتمر ده، ودي حاجة توضح بشكل كده صحيح ان في حاجة هتحصل.
في الاول وفي الاخر لسه الحكايه ما خلصتش، لسه الحكايه فيها تكمله يا اخوانا. وفعلا انت لو جيت سالتني اقول لك انا عندي امل كبير ان السنايدر فيرس في يوم من الايام يكمل. وطبعا من ضمن الكلام اللي قاله زاك سنايدر او اخر حاجه قالها فعلا، قال لك ان انا اتمنى ان انا اكمل السنايدر فيرس في البرنامج اللي كان مع الاخوه روسو. طبعا في الحلقه اللي فاتت ان انا كنت بتكلم عن اللي حصل في البرنامج ده، فخلاص كلها ايام وهنعرف بالظبط ايه اللي ناوي عليه زاك سنايدر. وبس كده اعزائي المشاهدين نكون خلصنا حلقه النهارده. ما تنساش لو انت عاوز تتابعني تاني تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك وتسيب لك في الكومنتات. وبيس.